هنعمل مع بعض اختبار بسيط قوي اسمه موديفاي توماس تيست، نعرف منه عندنا مشكله في الاليوسوس ولا لا. ركز معايا، هتدور على دكه او يفضل سرير يكون اعلى من ده. انا هعمل اختبار على رجلي الشمال. هنطلع على اخر الدكه خالص. انا قلت هعمل اختبار على رجلي الشمال، هسحب رجلي اليمين على صدري وهحاول انام لحد ما راسي تلمس الدكه، وهنركز على رجلي الشمال هترتفع عن الارض كتير ولا هعرف اخليها موازيه بالارض. انا كده نزلت اهو، رجلي الشمال عارف اخليها موازيه للارض، مش حاسس باي الم في المنطقه اللي احنا قلنا عليها فيها الاليوسوس. في الحاله دي انا كده ما عنديش مشكله الحمد لله في الجنب ده من العضله. طب لو انا لقيت رجلي مرفوعه عن الارض كده ومش قادر انزلها او مرفوعه اكتر من كده، يبقى ده دليل على اني عندي مشكله في الاليوسوس في ناحيه الشمال. الحاجه الثانيه، ايوه هنعمل استريتشنج، بس الاستريتش لوحده مش كفايه، فاحنا هنعمل استريتشنج وهنعمل سترينزنج او تقويه للعضله، لان مش معنى ان هي اوفر اكتف ان هي قويه. هنعمل حاجه اسمها الهاف نيلينج هيب فليكسور ستريتش. ببساطه شديده ان احنا هننزل نطلع ركبتنا الشمال لقدام. انا كده بعمل ستريتش للاليوسوس من ناحيه اليمين، بشوف اي حاجه اسند عليها وبحاول اجيب رجلي اليمين في ايدي وبحاول اطلع لقدام. انا كده بعمل ستريتشنج للاليوسوس من ناحيه اليمين وللهيب فليكسورز بشكل عام. ممكن اثبت من 30 ثانيه دقيقه لحد دقيقتين، اكرر في مرتين او في ثلاثه، وممكن اعمل الكلام ده في الاسبوع مرتين. ده كده بالنسبه للستريتشنج. تعال نشوف بقى تمارين التقويه. الحاجه الثانيه بالنسبه لتمارين التقويه، ممكن نستخدم بند زي ده، ان انا بجيبه وبحطه تحت رجلي الشمال وتحت رجلي اليمين برضو، بدور على حاجه اثبت عليها وببدا اشتغل يمين وشمال. بس لازم دايما في التمارين اللي ليها هدف اللي هي التقويه او ان احنا بنركز على حاجه اسمها النيورو ماسكولار كنترول، ان انا اشتغل بتيمبو او تشتغل يعني ببطء او برتم بسيط. يعني ممكن اطلع مثلا في عدتين وانزل في 4 عدات واكرر بين اليمين والشمال، واركز ان انا الكور على طول عندي او جذعي يكون مفروض. ما عندكش ايزي باند ممكن نستخدم كيتل بيل زي دي كده، بس طبعا الكيتل بيل جسمك هيعمل مجهود شويه عشان يحاول يسيطر على الوزن يعني في الرجل، عشان جسمك يحاول يكون في ثبات. بنفس التكنيك برضه بحاول افرد جسمي وابدا اطلع برجلي اليمين وانزل بالراحه، وممكن اخلص واغير رجلي الشمال. خلصنا قصه حياه الاليوسوس كلها، اتمنى تكون استفدت. لو انت عايز تتعلم اكتر وتفهم اكتر ممكن تحضر معانا ورش العمل والكورسات اللي بنعملها على فيتنس تايم، ان شاء الله هتستفيد منها. في نفس الوقت لو عندك اي مشاكل اصابات تشوهات او غيره، برضو عندنا برامج تمارين صحيه وبرامج تاهيل ما بعد الاصابات وتدريب وتغذيه، ما تنساش تسال عليها. وسلام عليكم.